السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار. يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. قرارات جمهورية بتعيين قضاء استئناف وتخصيص أراضي. نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 عددا من القرارات الجمهورية. ونشرت الجريدة القرار رقم 670 لسنة 2020 بتعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف، وقرار رقم 671 لسنة 2020 برجوع تاريخ أقدمية السيد المستشار جميل إبراهيم علي فرج الجمل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وأصدر رئيس الجمهورية قرار رقم 672 لسنة 2020 بإحالة المستشار رضا محمد أحمد سعيد وكيل مجلس الدولة إلى المعاش. وقرار رقم 673 لسنة 2020 بعزل المستشار فايز عبد الله أحمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته. وقرار رقم 674 لسنة 2020 بفصل السيد عمر حسن علي حسن حماد معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريقة التأديبية. وتضمن العدد القرار رقم 645 لسنة 2020 بتخصيص مساحة بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة بدر بمحافظة القاهرة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد حدائق العاصمة. كما تضمن القرار رقم 646 لسنة 2020 بالموافقة على تغيير الغرض من استخدام بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط السياحي. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.